ده يمكن يكون اكتر منتج مثير ابل اشتغلت عليه من سنين. لما تيجي تبص على سلسله ايفون 17 هتلاقي في ايفون فيهم مختلف عن كل سنه، وده بيكون الايفون 17 اير. تخيل ايفون سمكه 5 و5 مللي تمسكه بايدك وتحاول تستوعب ازاي موبايل كامل بكل مكوناته ممكن يتلم في الحجم ده. كل ده واكتر هنعرفه في فيديو النهارده عن تسريبات ايفون 17 اير. اهلا بيكم، معاكم ميجو. ابل هتنزل السنه دي فئه جديده وهي الاير، والفئه دي هتستبدل فئه البلس اللي كانت بتنزل كل سنه. علشان كده حجم الشاشه ده بيكون 6.6 انش، ونوع الشاشه بيكون اوليد من سامسونج كالعاده، والشاشه كمان بتكون بتدعم فريش ريت 120 هرتز. والوان الجهاز السنه دي هيكون نازل بازرق فاتح وذهبي فاتح وابيض ورمادي واسود. كل اللي فات ده تمام، بس اللي جاي يعني مش تمام قوي. ظهر الموبايل هيكون في بار للكاميرات، او مش كاميرات يعني، هي كاميرا واحده ودي هنجيلها بعد شويه، والبار ده اللي هتتشهر بيه فئه الايفون 17 حتى البرو. الفلاش هيكون على اليمين وعلى الشمال الكاميرا بتاعت الموبايل، والكاميرا دي هتكون كاميرا كده لوحدها في ظهر الموبايل وتكون بجوده 48 ميجا بكسل. طبعا هتقدر من جوه الموبايل تعمل كروب زوم وتاخد زوم اقرب زي في فئه الايفون 16 اي. كمان بسبب سمك الموبايل الرفيع ابل قررت تشيل السم الموبايل، يعني الموبايل هينزل من غير خط. يعني عشان تشتري الموبايل ده لازم تكون مفعل اي سم على تليفونك وهتشغلها على الموبايل ده. والكلام ده مش في اصدار مثلا امريكا او اصدار الصين او اصدار الشرق الاوسط، لا ده في العالم كله الموبايل هينزل من غير سم، ودي حاجه غريبه واول مره تحصل في الايفون. طب السماعات بتاعه الموبايل بنسبه كبيره، والتسريبات قالت الفتره الاخيره ان مش هيكون في سماعات خارجيه، مفيش سماعات جنب سوكت الشحن، وان الصوت اللي انت هتاخده هيبقى خارج من السماعه الاماميه اللي هي سماعه المكالمات بس. حاجه غريبه وانا بصراحه ما حبيتهاش، ومش عارف جوده الصوت هتبقى عامله ازاي في الموبايل ده. المعالج بتاع الموبايل هيكون هو نفس المعالج اللي محطوط في الايفون 17 برو، وهو الاي 19 برو. طبعا هتكون فرحان وتقول انا خدت المعالج اللي موجود في فئه البرو والدنيا كده تمام. هقول لك لا، لان ابل في فئه البرو هتكون حاطه 6 جي بي يو في المعالج ده، انما بقى في فئه الاير هيكون 5 جي بي يو بس، فاكيد مش هتاخد نفس القوه بتاعه المعالج اللي في فئه البرو. طب من ناحيه بقى ال 5 جي، ابل بتستخدم مودم خاص بيها وهو السي 1. المودم ده بيبقى اداؤه اقل شويه من المودم بتاع كوالكوم. طيب عدينا بقى بكل الامكانيات الغريبه دي. طب البطاريه، للاسف البطاريه برضه هنا فيها مشكله. تسريبات كتير بتقول ان بطاريه الايفون 17 اير هتكون مش كويسه، وان ادائها هيكون بنفس اداء بطاريه ايفون 12 اللي نزل من 5 سنين. ابل نفسها جوه الشركه في الاختبارات بتاعه الايفون 17 اير لقيت ان من 60 ل 70% من الناس اللي هتستخدم ايفون 17 اير هيكمل موبايل معاهم لاخر اليوم. ده على عكس الايفونات العاديه اللي بيكون من 80 ل 90% الموبايل بتاعهم بيكمل معاه. وتخيل بقى ان التسريبات بتقول ان حجم البطاريه بتاعه الايفون 17 اير هيكون ما بين 2800 ملي امبير لحد 3000 ملي امبير. ده طبعا رقم صغير جدا، ما اعتقدش ان الموبايل ممكن يكمل معاك لاخر اليوم مع الاستخدام اليومي حتى الطبيعي. يعني تخيل جبت الموبايل ده جديد ماشي، مع الاستخدام المتوسط ممكن يكمل معاك لاخر اليوم، بس تعالى بعد استخدام الموبايل ده لمده سنه مثلا هتلاقي البطاريه يعني بتكمل معاك 6 ساعات او 9 ساعات يعني كده وشكرا. واكيد حجم البطاريه ده طبعا سببه ان الموبايل رفيع يعني. طيب الحل ايه في مشكله البطاريه بتاعه الايفون 17 اير؟ ابل قررت انها تنزل كفر مع الموبايل بيكون فيه بطاريه. يعني انت لو عايز بطاريه اكبر هتحط الموبايل في الكفر، فبالتالي سمك الموبايل هيكبر. طب ما كنت سبت لي فئه البلس. طبعا من وجهه نظري شايفها فكره فاشله نهائي، واعتقد الموبايل ده مش هينجح. ما تنساش بس اللايك بتاعك عشان بيفرق قوي في انتشار المحتوى. لو عايز تعرف التسريبات بتاعه الايفون 17 برو هحط لك في الاي فوق، وهحط لك برده اللينك في الديسكربشن تحت. ولو بتتفرج عليا من اي موقع السوشيال ميديا خش على الفيديو هتلاقي الفيديو. وما تنساش بقى تعمل فولو او سبسكرايب عشان لسه هنزل التسريبات بتاعه الايفون 17 العادي. طيب تعالى نكمل التسريبات بتاعه الايفون 17 اير، يمكن احنا ظالمينه. المواد بقى اللي هتكون مستخدمه في صناعه ايفون 17 اير، ابل نفسها هي اللي قالت ان هم هيستخدموا مزيج من التيتانيوم والالومنيوم عشان يعمل كده خفه في الوزن ومتانه للموبايل عشان لا قدر الله مع الوقت ما يتنيش. والسمك بتاع الموبايل هيكون 5 و5 مللي، وعند اكبر نقطه اللي هي بتاعه الكاميرات هيكون 9.5 مللي، لاننا اكيد عارفين ان الكاميرات بتكون بارزه عن الموبايل، وده بيخليه ارفع ايفون في التاريخ ابل عملته، ارفع حتى من الايفون 6 اللي كان سمكه 6.9 مللي. وزن الجهاز ده بقى متوقع من التسريبات هيكون حوالي 145 جرام زي الايفون اس اي 2 والايفون 13 ميني اللي هم الموبايلين اللي مبيعاتهم قليله عند ابل اصلا، فدي حاجه اصلا مش مبشره بالخير. الموبايل ده بقى هيدعم الكاميرا كنترول والاكشن بوتن والماك سيف اللي ابل بتنزلهم مؤخرا في الايفونات، والموبايل هيدعم سوكت اليو اس بي سي بسرعه شحن بتوصل لحد 35 واط، والشحن الوايرلس ممكن يوصل ل 25 واط مع الشحن الكيو اي 2.2 بدل ما كان بيبقى 15 واط.
ايفون 17 اير سعره هيكون حوالي $899، يعني اغلى من الايفون 17 العادي واقل من الايفون 17 برو. الموبايل هيتم الاعلان عنه في اقل من شهرين تقريبا، في شهر سبتمبر، وهينزل السوق مع باقي السلسله بتاعت ايفون 17. طيب الموبايل ده موجه لمين؟ الموبايل ده موجه للناس اللي ما بتستخدمش ايفون كتير، للاطفال مثلا، للناس اللي معاها تليفون اساسا برو ومحتاجه تليفون زياده حديث من ابل، سليم خفيف، يقدر ان هو ما يحسش بتقله او استخدامه في الحياه اليوميه بتاعته. دي كل التسريبات اللي نزلت لحد الان على ايفون 17 اير. ما تنساش بقى تدعمني بلايك وشير وسبسكرايب. الجمال بتوعك يا صديقي. سلام.